أو غير معطلين، لأنهم هم الصراحة أكثر الناس يعانون أكثر من نحن، لأنهم هم تحية نضالية لكل أمهاتنا اللي يعانوا معنا، يعانون أكثر معنا كل يعني في كل مسار حياتنا، الطلابية والبطالة على أي الكلمات تخونني، ولا أقوم بتكرار ما قام به ما قدمه الزملاء، لأننا صراحة مللنا التكرار ومللنا الندوات. نريد حلا. لسنا هنا في هذه الندوة لعرض مجموعة من الإحصائيات التي ربما الكل يعرفها، لا إحصائيات المعطلين لا بالنسبة للمجازين ولا الأطر العليا. الكل هنا يعرف الأعداد الهائلة التي وصلتها الأقاليم الصحراوية ومدن المغرب كاملة. والأمهاتنا عياو صراحة، بغاونا نشتغلوا، ملوا من قالت الناس تمل اليد اللي تعطي ما ملت اليد اللي تقبض. وصراحة أنا هون كإطار معطل، ما دمنا نحمل المسؤولية، احنا هون طلبة نتكلم على طلبة اليميم، المعطلين اليميم، ما دمنا نحمل المسؤولية للمجالس المنتخبة، نحن الآن في عصر التغيير. هناك شعوب غيرت حكومة ولسنا أقل منها شأنا في تغيير المجالس الحكومية. هنا نحن نطالب بتغيير الناس اللي في المجالس الحكومية، اللي في المجلس البلدي ولا في تغييرهم، اجتثاث. هناك عضو فاسد لاجتثاث. لسنا اي محاضره اليوم ولا غدا لا ينتم دائما في تكرار هذه الامور، هذه في تكرار هذه الاحصائيات. المجلس قاعد كذا، والمجلس نعطات له ميزانيه كذا ومشات في كذا، وهذا دخل في الجيب اليسير وهذا دخل في الجيب اليمين. هنا حنا كأطر معطله في يدنا وقادين عنا نجتثوهم. ما كاين مثلا نمشيو نقروا عليه في البيرو ونحانوا منه هو يعطينا حل. حنا كاع ما تلعينا فيك، حنا انتخبناك اوكي، ننتخبوك هنا في ظروف معينه والكل يعرفها. الان احنا كاطر عليا، احنا اللي نحيو، احنا كاع هذا في ذاك الكرسي، احنا اللي نقيموك بحقنا. حتى احنا ما نحانوا انتخابات وما نحانوا عيينا الى حاليا الانتخابات. هناك مجموعه من المعطلين اللي ربما سن التوظيف حتى اللي يفوتهم طبعا، وانا اولهم. يعني هذا شنو معناه؟ الحل من الان. مللنا التكرار، مللنا الندوات، نريد حل. وما دام نحن هون معطلين ديال الكليميم كنعانوا يعني المشكل، وربما هو السبب اللي تكرر هون هو المجلس البلدي. من غدا نقول نوقفوا فم المعطل يطالب بإقالة المجلس البلدي. بسيطة جدا. شعوب طالبت بإقالة حكومات وإقالة رؤساء حكومة، نحن المعطلين نطالب بإقالة المجلس. هذا بسيط، أنا أعتبره بسيط، لأنني أنا وأمي وأخويا وأبويا هو اللي اقترحوه فم، وأنا من حقي نقلعه بكل بساطة. نعتبر الأمور بسيطة جدا، نتعامل معها ببساطة باش تجي، وما ضاع حق وراءه مطالب. شكرا.